الصدقة في الإسلام لها قيمة عظيمة ومكانة رفيعة، فهي من أعظم أبواب الخير والبر، وتأتي كوسيلة للتقرب إلى الله تعالى وكفرصة لمساعدة المحتاجين والضعفاء. الإسلام يحث على الصدقة ويجعلها عبادة تطهر النفس وتنمي الأخلاق، كما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالصدقة تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع. فوائد الصدقة: التقرب إلى الله. تعد الصدقة وسيلة لكسب رضا الله وزيادة الحسنات، محو الذنوب، كما ورد في الحديث الشريف: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. دفع البلاء. يعتقد أن الصدقة تقي من المصائب وتدفع البلاء. زيادة الرزق. عن النبي: ما نقصت الصدقة من مال. تحقيق التكافل الاجتماعي. تساعد الصدقة في سد حاجات الفقراء وتخفيف معاناتهم. حالتان لا يتقبل فيهما الله الصدقة: الرياء، طلب الشهرة والسمعة. إذا كان الشخص يتصدق ليظهر أمام الناس أو ليمدح، فإن صدقته لا تقبل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الرياء يفسد العمل لأنه يفقده الإخلاص. إذا قام المتصدق بإلحاق الأذى أو المنة على من يتصدق عليه، فإن صدقته ترفض. الله عز وجل يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أي أن الكلمة الطيبة والتسامح أفضل من صدقة يتبعها المن والأذى.